اهلا بيكم. ايه احسن، ان انا البس نظارة ولا البس عدسات لاصقة ولا اعمل عملية تصحيح؟ خلينا نتفق دايما ان عملية تصحيح زيها زي النظارة زي العدسات اللاصقة، التلاتة بيعالجوا ضعف الابصار العادي. مشكلة العدسات اللاصقة الوحيدة ان بتحتاج اهتمام زيادة، بتحتاج نظافة شخصية، ما ينفعش انسى المحلول بتاعها، لازم احافظ على وقتها المعين. لو ابتديت اهملت فيها ممكن تسبب لي امراض ومشاكل في العين تؤدي الى فقدان النظر لا قدر الله. وان مشكلة كمان العدسات اللاصقة المهمة انها ما بتعالجش الاستجماتيزم في الدرجات الكبيرة بتاعته. النضارة زي ما ليها مميزات انها بتعالج ضعف النظر وبتبتدي تحسن الرؤية بتاعتي، زي ما ليها عيوب زي انها بتتكسر، بتضيع، بتبتدي تعيق شغلانات معينه، في وظائف معينه ما ينفعش ان انا اشتغل فيها بنضاره، ممكن بتوقف حياتي. يعني لو انا راجل شغال سباح او غطاس ساعتها النضاره هتسبب لي مشاكل كتير، فما اقدرش ان انا استخدمها. عمليات تصحيح زيها زي اي عمليات موجوده في الدنيا، ليها مميزاتها وليها المشاكل بتاعتها او الاثار الجانبيه. عشان اعمل عمليه وتبقى كويسه معايا انا باخد ريسك ان ممكن يحصل مضاعفات، ممكن العمليه تبقى كويسه، كل حاجه بيبقى لها مميزات وبيبقى لها مساوئ. طيب انا دلوقتي اعمل عمليه ولا البس نظاره ولا البس عدسات لاصقه؟ بالنسبه لنا التلاتة هيدونا نفس النتيجه، وان احنا ده المهم ان احنا هنعالج ضعف الابصار وهندي المريض رؤيه افضل، سواء بالنظاره او بالعدسات او بعمليات تصحيح، كلهم زي بعض. طب امتى بعمل عمليه تصحيح؟ لو النضاره او العدسات مش قادر اسيستم حياتي بيهم، مش قادر ان انا اتاقلم معاهم، شغل واقف عليها، في حاجات معينه النضاره بتتكسر مني كتير، عندي اولاد بيبتدوا يبوظوها، انا مش قادر ان انا اتعايش بيها، عندي جيوب انفيه مش عارف استحمل النضاره عليها، في كذا حاجه بتدفعني للعمليه. مش شرط هل انا لما هعمل عمليه هتديني رؤيه افضل من النضاره، لا، العمليه نفس رؤيه نضاره نفس رؤيه العدسات في اغلب الاوقات. فدي زي دي. طب انا هعمل ايه؟ ده بيبقى اختيار المريض نفسه. هل انا مبسوط بالنضاره فاكمل بيها، ولا انا حابب اتخلص منها واعمل عمليه تصحيح واشوف كويس زي النضاره؟